سلام الله عليكم. مرحبا بك انت فلاشين. جبت لكم قصة حقيقية، قصة واقعية اللي ماشي غير غادي تستمتعوا بها، بل غادي تستافدوا منها وتقدروا تسمعوها الناس العزاز عليكم باش تا هما يستافدوا منها. الى عجبك المحتوى خلي اشتراك ومرحبا بك معنا. على بركة الله. قضية من أغرب وأخطر القضايا اللي ممكن تسمعها وقعت في الوطن العربي. جريمة تنفذت عن طريق الدارك ويب، وطارق هو بطل هذه القصة، واللي مخدمه هو طفل في عمره 15 عام ومقيم في دولة اللي ما ساكنش فيها طارق. غادي تسمع قصة من أصعب قضايا الوطن العربي. نعرفوا القصة وأحداثها كاملة. 15/4/2024 هذا تاريخ اختفاء الطفل أحمد اللي في عمره 15 سنة. بحال جميع الأطفال، أحمد عايش بين والديه وجيران الحي، وطبيعة السكان فين عايش أحمد حيت حي شعبي، يعني الجار قريب لجارو، وجميع السكان علاقتهم زوينة بحال كاملين عائلة واحدة. ولكن إلا جيتي جديد عندهم صعيب تنسجم معاهم وتلقى روحك باش تشارك حتى نتا حياتك. لكن طارق كانت عنده الطريقة الخاصة باش يفك هاد الحصار. نتعرفوا على طارق. طارق شاب على بوابة الثلاثينات من عمره، حياته كاملة غموض وما يعطيك راس الخيط لتا شي حاجة، لدرجة دوز معاه وقت طويل وما تعرفش أصلو ولا أهلو في كاينين. بان في هاد المنطقة اللي فيها أحمد مدة 4 شهور، لكن الظروف المادية ديالو صعيبة ومنغامس وسط الفقر. عنده طريقة وأسلوب الجذب باش يخلي الناس اللي دايرين بيه يعاونوه ويعرفوا أنه مريض بمرض السرطان وكيعالج مرضو بنفسه ومتكفل بحياته الشخصية لراسو، ما عنده عوين. وهادشي كامل هو شخص متدين، ملي كيجلس وسط الناس كيهضر ليهم غير على الدين وكيفاش يعيشوا بيناتهم بطريقة زوينة. وهذه هي الطريقة اللي خلاته يدخل وسط دوك السكان ويعيش مع أسرهم بشكل عادي وفيه الثقة. مريض ومتدين ومتكفل بحياته بيديه. على هادشي الناس عاونوه ولقاو ليه خدمة نادل في واحد القهوة، واخا الحرفة ديالو في الأصل هي الكهرباء. الأطفال ديال هاد المنطقة هادي كان عزيز عندهم حيت كيعطيهم الخاطر وكيجلس معاهم باش ينشطهم. ومن بين هاد الأطفال طفل أحمد اللي قريب بزاف من طارق وكيشوفو قدوة ديال الصبر والتحمل لمواجهة الحياة. وحتى طارق كان كيبين الحب ديالو لأحمد وكيناقشوا في مواضيع بزاف. إلا كان شي مشكل عند أحمد، طارق ما عندوش مشكل يجلس معاه في أي وقت ويسمع ليه ويقلب ليه على الحل. مع الوقت مول القهوة لاحظ طارق كيغيب بزاف من الخدمة وبلا ما يعلم. هدر مع طارق وكانت الحجة ديالو أنه كيمشي لحصص علاج السرطان وضروري عليه ما يضيع حتى شي حصة. مول القهوة ملقى ما يقول، وكيف عارفين طارق عنده أسلوب خاص باش يتعامل مع الناس ويقنعهم بالفكرة اللي باغي هو. كمل طارق الخدمة ديالو حياته بشكل عادي. دازت سيمانة، اختفى وحتى شي واحد ما عرف فين مشى لمدة أسبوع. لكن ملي رجع بهيئة ومظهر مبدلين كليا على اللي خلى الناس ما يفهموا والو. رجع بطونوبيل وتليفون جديد وحتى حوايجو بدلهم. السيد اللي كان خدام عنده وصحابو سولوه على السر، كان جوابو بلي خوه لاباس عليه مات وهو خدا حقه من الورث واللي جاه فلوس كتيرة. ومن هاد النقطة طارق تحول من نادل في ديك القهوة لكليان ديالها، وكيطلب اللي تشهاد نفسه واللي يكون معاه في نفس الطبلة المشروب اللي خديتيه على حساب طارق. وعلاقته بالطفل أحمد زادت تزيانت، وأحمد زاد تعلق بطارق حيت ولا كيعطيه باش يلعب بيار ويشري حتى هو داكشي اللي بغا، وكيراقبو من بعيد وكينصحو باش ما يمشي لحتى شي بلاصة ولا في اتجاه غلط. أحمد ملي كيدخل الدار كيعاود ليهم شنو دار مع طارق، أنه كيحس بيه خوه الكبير وكيخاف عليه وكينصحو ديما على قرايته وما يعاشرش أي واحد. من بعد 4 شهور من أول نهار جا فيه طارق، واللي التاريخ دابا 15/4/2024، أحمد فاق من الناس باش يدوز نهار عادي فحال ديما، يبقى غير في الحي ويلعب بيار مع صحابو. لكن في لحظة أحمد غبر واختفى. وصلت الجوج ديال الليل والديه تشطنو حيت أول مرة يغبر بلا ما يعلم، وبداو يقلبوا عليه ويسولوه شكون عنده شي خبر عليه. وطارق داير جهد كتر من والديه وكيجري باش يلقى أحمد. اللي عنده شي كاميرا في الحي قلبوا التسجيل وتبين أحمد عادي دخل البيار وداز القهوة عند طارق وخرج كيدور عادي حتى جا عنده طارق وبداو كيتمشاو. ومن ديك اللحظة ما بقى بان. سولو طارق جاوب بلي تلاقاه بالصدفة، بقاو تيهضروا لكن تفارقوا حيت طارق مشى يقضي واحد الأغراض ديالو. حتى رجعوا سمع الخبر د أحمد. والدين أحمد مشاو للبوليس
وداروا بلاغة الاختفاء، حيت قلبوا في جميع البلايص اللي ممكن يكون وما لقاوش. في نفس الوقت البلاغ كان عادي، حيت ما كاينش الشك في حتى شي واحد ممكن يكون السبب. البوليس حيت بلاغ عادي تسناو الوقت اللازم يدوز عاد يباشروا بنفسهم في التقلاب على أحمد. بداو أول حاجة بكاميرات التسجيل ولاحظوا كل شي عادي، وطارق دخل الصيدلية قبل ما يختفي أحمد بشوية الوقت. سولو الصيدلي، عرفوا أنه خدا مادة مخدرة وقطن وواحد الرشاش. ملي عرفوا مرض أحمد تقنعوا باللي يكون هادشي غير الأغراض الشخصية. دازت سيمانة على هاد الحال، الجيران كيشموا ريحة ما عادياش خارجة من الدار ديال طارق. الجيران بداو الهضرة بيناتهم، وواحد اتصل بالبوليس وهو خبرهم، لكن ما تسناوش حتى يجيو، دخلوا بنفسهم يشوفوا اش كاين. كيتصدموا بجثة فوق الطبلة محلولة، الكرش ديالها والملامح مشوهين. كلشي تصدم من المنظر، الجثة المذبوحة ومحلولة كاملة من الوسط، وحتى واحد ما قدر يطول الشوفة أو لا يعرف الجثة ديال من. وصل البوليس، لقاو الجثة ناقصة من الأعضاء الداخلية، وعرفوا أن الجثة ديال أحمد. شدوا طارق من القهوة اللي كان جالس عادي وما عارف اش طاري. الشرطة العلمية كملوا خدمتهم وصرحوا بلي الجريمة هي التجارة في الأعضاء البشرية، وكانت أول جريمة من هذا النوع تنفذ في الوطن العربي. الجثة خدات وقت في ورشة الطب الشرعي باش يعرفوا بالضبط أشنو اللي طرا، وهنا بدات المفاجآت. أول حاجة عرفوا أنها جريمة بشعة ولا علاقة لها بالتجارة بالأعضاء، وكاين آثار التعذيب وحتى الطريقة باش تفتح الجسم ماشي طريقة طبية. تبين في التقرير أن العينين تحيدوا وأحمد باقي في الحياة، القلب والأحشاء الداخلية تحيدوا وبطريقة أكثر من وحشية، وطريقة إزهاق الروح هي الذبح من الرقبة، والحاجة اللي مستحيل كائن بشري يطبقها. طارق في الاعترافات ديالو كيقول بلي الهدف ديالو التجارة في الأعضاء مقابل 500 مليون، واللي كان كيعطيه التوجيه شخص مقيم في دولة الكويت، تعرف عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، عرض عليه المبلغ مقابل يطبق على الشخص داكشي اللي يقول ليه، وهو اللي غيتكلف والشرط الأساسي الأعضاء. كل ما يطبق أي حاجة في الضحية حتى يكون كيهضر معاه أبيل فيديو مع الكويتي ويشوف اش كيدير. طارق خطط وكان الهدف ديالو هو أحمد، حيت غيكون ساهل عليه يجيبو. لكن ملي دار طارق داكشي اللي اتفقوا عليه، صدمو الكويتي في الأخير أنه الأعضاء ما يصالحينش ليه، ويشوف ضحية أخرى يطبق عليها نفس الحاجة ويعاود يخلصو بنفس المبلغ. طارق خلى الجثة وبدا كيفكر شكون الضحية الثانية، حتى لقى راسو في التحقيق في التوجه مشى لشكون هاد الكويتي وعلاش هادشي وعلاش اختار طارق بالضبط. كيف ما قلنا طارق تعرف عليه في موقع التواصل الاجتماعي، وعرف أنه كيتاجر في الأعضاء البشرية، غراه بالفلوس ونفذ معاه بعض العمليات في الوقت اللي كيغبر فيه من القهوة. لكن ديك العمليات كانت على الحيوانات وبطبيعة الحال بالمقابل، وهذه كاينة بزاف في الدارك ويب. البوليس خداو من طريق جميع المعلومات اللي عارف على الكويتي، بحثوا عليه، لقاوه باللي هو طالب وجنسية ديالو مصرية، والغريب أنه في عمره 15 سنة. كان التعاون بين الشرطة الدولية في القبض عليه، وتم الترحيل ديالو رفقة الوالد ديالو لمصر، حيث كان كيستعمل الهاتف ديال بوه باش يتواصل مع طارق. واتضح أن الطفل كان خدام في الدارك ويب وما عنده حتى شي علاقة بالتجارة في الأعضاء البشرية. كيبيع فيديوهات ديال التعذيب ديال الناس، كيقلبوا عليهم بمبالغ خيالية إلا كان التعذيب خصوصا ديال البشر. في التحقيق معاه قال بلي ملي تعرف على طارق عرف أنه محتاج فلوس، وعرض عليه فكرة تجارة في الأعضاء وقبل بها، وما عندوش مشكل يقتل ويدير أي حاجة مقابل الفلوس. وأحمد كان أول بشر يطبق عليه هادشي وما نفذ عليه حتى تصور طارق وأحمد وصيفطها للكويتي وقبل. البوليس زيروا الكويتي في التحقيق، واعترف أنه نفذ هاد العمليات بزاف ديال المرات مع أشخاص من مختلف الدول الإفريقية. وأصعب حاجة قال أنه شاف أحمد ملي كان كيتعذب وملي مات وكان عاجبه الحال، من غير أنه كيربح فلوس كتيرة من البيع ديال الفيديوهات في الدارك ويب. هاد النوع من الجرائم موجودة بكثرة في الدول الغربية، وكيربحوا منه أموال طائلة في الدارك ويب. وباش تعرف، الانترنت اللي كتستعمل ما هو الا جزء صغير من الانترنت الحقيقي، وفيه حتى جزء اللي هو الديب ويب، لكن هذا كيتستعمل في المنظمات السرية والسياسية وحتى العسكرية.
باش يحافظوا على المعلومات من أي شخص أو منظمة في اختراق الحسابات. لكن الدارك ويب سري أكثر وأكثر، وفيه عمليات بين أشخاص عاديين، في عمليات غير قانونية بحال التجارة في الأسلحة النارية والأعضاء البشرية ومقاطع التعذيب والقتل، واللي هادو بالضبط كاينين في الغاد غوم، أي الغرفة الحمراء. التحقيق باقي لحد الساعة خدام، وكيجبد خبايا وشبكة اللي شاركات في هاد الجريمة، وكاملين كنتسناو باش تفك هاد اللغز هذا ونشوفوا الجزاء ديال هاد المجرمين كيفاش كاين. والله يرحم أحمد. إلا كنتي أول مرة غادي تفرج فينا، مرحبا بك معنا، وإلا عجبك المحتوى خلي اشتراك وكومنتير، ومن طبيعة الحال شاركوا مع الأصدقاء ديالك باش تدعمونا. نخليكم على